السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بكل خير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. النهارده معانا كفته الحاتي بس بطريقه مختلفه. طبعا كل سنه وحضراتكم طيبين، قربنا خلاص على العيد الكبير او عيد الاضحى، فكلنا من وصفاتنا بتبقى كفته الحاتي. فالنهارده عملتها بس بايه؟ بالبانيه مش باللحمه. بصوا، جوسي وطريه وبتدوب في البق كده، هتعجبكم جدا جدا. وعملت معاها رز البسمتي ده زي ما انتم شايفين، وعملنا تومية وعملنا سلطة خضراء بألف هنا وشفا. جبت هنا عندي نص كيلو بانيه او صدور بانيه، وقطعتها انا مكعبات هنفرمها. وبعد كده جبت ربطة كزبرة او حزمة كزبرة، وبصلتين وسط، وقرنين فلفل، واحد بارد وواحد سبايسي. هنفرم البانيه بتاعنا في الكبة فرم ناعم. بعد ما نفرمه فرم ناعم زي ما انتم شايفين كده هركنه. وبعد كده هفرم البصل بالخضرة بتاعتي برضو فرم ناعم. لو انت عايزة تحطي بقدونس براحتك، انا بفضل الكزبرة اكتر من البقدونس. حطيت بقى كده المكونات دي مع بعض وهنفرمهم برضو فرم ناعم. وبعد كده هنضيفهم على البانيه. بعد كده هجيب عندي معلقتين نشا، ونص معلقه بيكنج باودر. وجبت هنا البهارات 7 بهارات: فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، وبهارات فراخ، وضفتهم. وهندمج ده كله مع بعضه، هندمجهم لحد ما يبقوا متجانسين مع بعض كده ومتداخلين مع بعض. بعد كده اسفه، الكاميرا فصلت مني، حطيت معلقتين بقسماط ناعمة، علشان تبقى لو في اي مية بتنزل منها تبقى متماسكة، تمتص المية. جبت بعد كده بقى عندي السيخ بتاع الفرن دوت، وصبعت عليه الكفتة بتاعتي. بدهن بقى ايدي او بعوز ايدي في شوية الزيت او شوية مية عشان تبقى التشكيل معايا سهل وبسيط. وبعد كده بصبعها زي ما انتم شايفين، وبرصها في قلب الصينية اللي انا هدخلها الفرن. تمام. طبعا مشغله الفرن قبليها ب10 دقايق عشان يبقى سخن كده، الكفتة بتاعتي تدخل فيه ايه، تتشمع بسرعة. جبت هنا السكينة وقلت اما اعمل كده ايه، تعريجات كده بسيطة في قلب الكفتاية، تديها شكل مميز وتبقى زي اللي احنا بنشتريها من بره، ويمكن افضل كمان. جبت هنا عندي نص كيلو رز بسمتي، وبنقعه كده في شوية مية مغليين بتاع ربع ساعة، على ما احضر بقى الايه الحاجات اللي انا هدهن بيها الكفتة من على الوش. حطيت شوية زيت، وشوية بابريكا، وشوية توم باودر، وشوية صويا صوص، وقلبتهم ودمجتهم مع بعض كده. بعد ما الكفتة بتاعتي اتشمعت، دخل رحت جايبة بقى الخلطة ديت، ودهنت بيها كده الوش عشان تديها لون ايه، لون محمر كده، لون يعني دهبي جولد كده جميل. ودخلتها تحت الشواية. بعد كده بقى جبت البصلة وفرمتها او قطعتها على ايدي مكعبات، وحطيت شوية زيت وحتة سمنة عشان نعمل الرز البسمتي بتاعنا. هنشوح بس البصلة. هنا الكفتة بتاعتي كانت خلاص تمام كده، خدت اللون اللي انا عايزاه. البصلة بتاعتي اتشوحت، صفيت عن الرز وضفت الرز وهشوحه، واسمع بقى صوت الطشطشة بتاعته. هحط عليه بقى شوية كركم، وهحط شوية ايه، اللهم صل على النبي، حبهان، والورق لورا، كام فص كده حبهان وكام ورقة لورا. وهقلب برضو لحد ما اسمع صوت الطشطشة. وبعد كده هحط برضو مية مغلية، وندمج بقى كل الكلام ده مع بعضه. وما تنساش طبعا الملح، والمية بتاعت الرز بتبقى زيها زي الرز العادي المصري، علشان انا نقعته ربع ساعة يا جماعة، ما بياخدش مية اكتر من كده عشان يطلع مفلفل وزي الفل معاكي. بعد كده هنعمل التومية. جبت ربع كوباية مية، حطيت فيها معلقتين نشا وهندوبهم بقى. هنا كان الرز بتاعي اتشرب، هديت عليه النار ونقلته على العين التانية. هنا بقى جبت النشا بالمية، ونشوف نحطهم على النار لحد ما القوام زي ما انتم شايفينه كده يتقل. هسيبه لحد ما يبرد. تمام. وبعد كده جبت زبداية، وجبت عندي ربع كوباية لبن، وحطيت عليهم ربع كوباية خل وعصير ليمونتين، وهضيفهم فوق بعض كده، واحط معلقه توم مفروم صغيره، وهندمج كل ده مع بعضه. وبعد كده النشا بتاعي هيكون برد، هضيفه على الايه، على الزبادي باللبن بالحاجات اللي احنا حطيناها مع بعض، وندمج بقى كل ده مع بعضه. بعد كده بقى ضربته بالهاند بلندر، ممكن تضربيه في الخلاط عادي عشان يبقى الخليط كريمي وجميل وناعم كده. وبعد كده صبيته في الطبقه بتاعه التقديم. حبيت بس اكسر اللون، حطيت له شويه بابريكا كده
هنا الرز بتاعي خلاص تمام، بصوا مفرفر ومفلفل ازاي، بألف هنا وشفا. وهنا بقى الكفتة بتاعتي بنرصها طرية وجوسي وريحتها في منتهى الجمال. طبعا حاجة مختلفة بقى ايه كفتة اللحمة. ادي الشكل بتاعنا بألف هنا وشفا. بالله عليكم اتمنى ان الفيديو يعجبكم، ما تنسوش اللايك والشير والمتابعة في الصفحة، واشوفكم على خير في فيديو جديد، مع ألف سلامة.